السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي من جديد في فيديو جديد هيعجبكم بإذن الله. فيديو النهاردة هيكون العيش البلدي، العيش الفلاحي اللي هو الرغيف العادي اللي هو العيش اللي بيتعمل على مكنة الخبيز اللي بيكون طويل. هعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، الطريقة بتاعتنا الفلاحي طريقة جميلة قوي. هحتاج في الموضوع ده يعني زي ما انا عايزة اعمل كيلو دقيق، عايزة اعمل اكتر. ماشي، هو كيلو الدقيق له باكو خميرة فورية، او له معلقة كبيرة مليانة هرمي خميرة فورية، وله معلقة زبدة او معلقة سمنة، وليه برضو كمان معلقة سكر كبيرة. عرفنا بقى، هنقول لكم هنعمل ايه اول حاجه نبتديها. اول ما نبتدي نفكر نعمل العيش، هنبتدي كده نقول على بركه الله. معانا طبق هنحط فيه الخميره. ده طبعا اهو طبق. انا هعمل هنا، انا معايا لو في دقيق بلدي بنعمل دقيق بلدي عادي. لو ما فيش دقيق بلدي بنعمل دقيق فينو اللي هو دقيق الفاخر ده، بس بنحط عليه مثلا معلقة زبدة، لان لو هو معمول بفينو صافي او بالفاخر ده صافي بيعمل بيكون بيمط شوية وبيشد في الاكل. فانا هعمل هنا ده كيلو دقيق، هيكون عليه كمان كيلو بلدي. هحط باكوين خميره، لان الخميره الكيس مش عارفه سخطوا ليه، بقى الكيس يا دوب معلقه. هحط باكوين خميره اهو. ده اول حاجه هبتديها في العجين. هحط معلقتين سكر، معلقتين كبار او 3 معالق عادي اهو، معلقتين ممكن يعني ايه عادي. احط بقى، انا معايا هنا ميه دافيه، هحط شويه ميه مش كتير اهي، بس يا دوب تدوب لي الخميره والسكر. دوبت الخميره كويس زي ما انتم شايفين كده اهي. خلاص كده بركنها على جنب. معايا طبق تاني بغطيها بيه كده، بركنها على جنب اهو، لان انا مش هستخدمها دلوقتي. معايا هنا طبعا الطبق اللي هعجن فيه، معايا هنا منخل ناعم. هبتدي انخل الدقيق، ربما يكون الدقيق في عفر في حاجة، يبقى ايه نضيف، وغير كده يدخل لي تهوية داخل الدقيق بتاعي نضيف اهو ما شاء الله، ما فيش في حاجة اهو. هنخل الدقيق كله ده وده وهرجع لكم. دلوقتي انا نقلت الدقيق في حاجة اوسع علشان لما يخمر معايا. لقيت التانية صغيرة. زي ما انا قلت لكم كيلو الدقيق عليه معلقة كبيرة خميرة فورية، عليه معلقة سكر، عليها نص معلقة ملح صغيرة، وكوبايتين مية، كوبايتين مية دافيين دافيين زي ايه، زي دمع العين كده. دلوقتي بما ان انا هعمل دقيق ده الكلام ده لو دقيق بلدي. دلوقتي في انا معايا معلقة سمنة على معلقة زبدة اهي، هحطهم هنا كده في الخليط. هحط ده طبعا 2 كيلو. هحط نص معلقة خميرة بتاع ملح. احط هنا بقى المية انا مدفياها زي دمع العين كده. احط مية وابتدي اعجن كده، الم العجين. طبعا انا حاطه الحاجة على الارض اهي وشغالة على الارض علشان كده اسرع واحسن اهي. حط المية واحدة واحدة علشان برضو ما كترش، انا عايزة العجينة لا هي متماسكة ولا هي طرية، عايزاها وسط. لو ده بقى انا بعد ما اخلصه عجن، انا هحط الخميرة في الاخر بعد ما المه واعجنه. هتكون الخميرة اختمرت معايا، وبرضو اكون شفت الخميرة بتاعتي اختبرتها برضو اشوفها كويسة ولا لا. يعني العملة دي بتخليني اعرف اذا كانت الخميرة بتاعتي نشطة كويسة ولا مش كويس.
خلاص كده اهو، بس ايه هيعوز برضو كمان شوية مية، حاجة بسيطة. بس كده هبتدي بقى اعجن فيه كده. الزبدة او السمنة احنا ما بنحطهاش، بس انا حطاها علشان انا عاملة دقيق الفينو الفاخر ده، بس ممكن نحطهاش مادام انا عاملة بلدي ده على ده، ممكن نحطش الزبدة ولا السمنة. بس هي بتخلي ايه العيش ما يكونش فيه مطة، وبيخليه يعني تعرفي تاكليه. اعمل حساب برضه الخميره، هضطر العجين شويه كده. خلاص العجين بتاعي لما اهو، هبتدي بقى اعجنه لمده 5 دقايق. 5 دقايق بس، ايه عجن حلو كده بقى. هنزل بايديا الاتنين كده اعجنه عجن حلو. طبعا انا بعجن كده اهو بايديا الاتنين كده، واقلب كده واعجن. دي الطريقه بتاعتنا، ولا عجان بقى ولا كلام من ده، هو ما بياخدش الا 5 دقايق. بفضل اقلب كده. شايفين هو اصلا بدأت تلم معايا اهي. شايفين سمكه ملمسه عامل ازاي؟ مش لسه ده عايز يتعجن، انا لسه بادئه في عجن. بعمله كده بعجن فيه، وبعدين بعمل حساب هو الوقت هحط له الخميره، هيطرى شويه عن كده وخلاص. الخميره بتاعته برضه قربت ايه، شايفين بدأت تعلى اهي، قربت تختمر اهي. لما اخلص عجن هنا اقوم حاطه الخميره على طول. شايفين كده انا عملتها، شايفين ايدي نضفت. مادام ايدي نضفت كده من العجين يبقى العجينه بتاعتي كويسه. شايفين العجينه بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. هبتدي احط بقى الخميره، انا عجنتها كده لمده 2 3 دقايق. شايفين برضو الخميره بتاعتي ارتفعت اهي. هبتدي شايفين بقت عامله ازاي. هبتدي احط الخميره بتاعتي كده، وابقى عامله حساب برضو مش مطريه العجين قوي، عامله حساب شويه الميه اللي في العجين اللي في الخميره، عشان هما هيطروها شويه. لو طريت مني ممكن احط معلقتين 3 دقيق اهو. بعجنها بقى في بعضها كده في الخميره. شايفين كده انا لما حطيت الخميره طلعت معايا شويه اهو. انا مش عايزاها كده، انا هحط لها شويه دقيق وعادي خالص مفيش مشكله. احط لها اهو شويه دقيق اهو واعجنها، والمعازة تاني احط لها عادي مفيش مشكله. انا كده كده لازم اسيب شويه دقيق عشان اخبز بيهم اهو. اهي العجينه بدات تلم خلاص اهي، ممكن احتاج كمان معلقه ولا حاجه وخلاص. دلوقتي العيش انا طلعت بقى فوق اهو عشان اخبز بقى. دي اللي انا كنت عاجنه فيها، كان الفيديو كان فصل. جبت كيس لبسته لها اهو، كيس عادي، كيس كان بتاع عيش اهو. ده لبسته لها اهو. شايفين العيش ما شاء الله اتمر قد ايه. اللي بعد ما خلصت العجن بليت ايدي ميه وعملت كده على وش العجينه علشان ما تنشفش، ولبستها كيس وحطيت عليها الصينيه دي كده. ممكن لو انا عايزه احط صينيه كده بس من غير كيس عادي، عايزه احط صينيه كده وخلاص والفها، احط عليها قماشه كده علشان العيش اختمر معايا. ماشي. انا حطيت كيس وحطيت الصينيه وحطيتها في فرن البوتاجاز. لما خمرت طبعا الفرن مطفي. هنا هبتدي اقرص بقى اللي هو ايه اللي بتسماها نقرص، اللي هو نقطع العيش. طبعا معايا رده ناعمه كده اهي.
بفردها كده، بفرد الردة كده. طبعا الردة بكون نخلاها متأكدة ان هي نظيفة. ببتدي اقطع اكور العجينة بتاعتي. طبعا بالدقيق كده، انا معايا دقيق برضه اهو. باجي من على الطرف هنا كده واقطع كورة على قد ما انا عايزة الرغيف بتاعي قد ايه. بعمل كورة كده قد البيضة مثلا او اكبر شوية، بلمها كده بعملها كده اهي. لو المقاس ده كويس خلاص اهي. بحطها بقى على الردة كده، بحطها كده. ببتدي بعمل واحدة تانية برضه، باجي من على الطرف بتاعي هنا اهو اهو. باجي كده بقوم قاطعة كده حتة اهي اهي، والم كده بقى، الم لجوه كده اهو، عشان تبقى مدورة وشكلها حلو اهي. اتلمت اهي اهي. بحط بقى هنا كده اهي. بعملهم كلهم وهرجع لكم تاني علشان برضو يبقى الدقيق بتاعي، العجينة بتاعتي بعملها كده احطها في الدقيق كده، انزلها في الدقيق. طبعا الدقيق في الطبق يكون فيه شويه دقيق، واعملها والفها كده اهي اهي، وابقى على وشها دقيق من هنا اهي علشان ما تنشفش، وارصهم كلهم كده بالشكل ده. شايفين؟ خلصتهم بسم الله ما شاء الله. لازم اسيب بينهم مسافه كده، حاجه بسيطه بين كل واحده وواحده، مثلا نص سنتي او سنتي كده، علشان بتختمر تاني ما تلزقش ببعضها. خلاص كده بجيب بقى قماشه وبغطيهم كده علشان برضه ما ينشفوش مني، ما ياخدوش هوا. يعني انا هغطيهم كده اهو، واللي هخبزها هطلعها اول باول كده، اخبزها واغطي تاني، يعني افتح افرد بس كده، اطلع واحده بواحده اخبز واعملها تاني. خلاص كده هبتدي خبز معاكم اهو. انا كده ولعت هنا الفرن اهو، من هنا ومن هنا على درجه هاديه، ومن تحت يسخن معايا شويه. وعلى ما اعمل معاكم العيش، ببتدي احط رده كده. وطبعا زي ما قلت لكم بكشف كده، اطلع حاجه بسيطه اهي، بطلع واحده بس اهي، بحط لها حبه دقيق كده. وشايفين هي طبعا، شايفين مش تخينه ولا مش جامده ولا مش يابسه قوي يعني، ولا طريه، حاجه وسط كده حلوه. بحط كده دقيق وبسكت كده بالنشابه بتاعتي كده بالشكل ده اهو. بركنها بقى في جنب هنا. ممكن اعمل شويه او ممكن اعملهم كلهم واحطهم فوق بعض، بس بحط بقى الوش على الوش والظهر على الظهر. يعني دي اهو بفردها كده، بحطها على الثانيه اهي زي ما انتم شايفين كده. في ثانيه كده بخبز. جميله، اسهل حاجه، جميله جدا. ولو انا ما عنديش فرن، هو ده اساسي، لازم فرن من ده كده، فرن من ده او من الفرن اللي هو بقش. بحط كده، شايفين؟ بحط الوش على الوش والظهر على الظهر. لو ما فيش وعايزه اعمل في الطاسه على البوتاجاز، بعمله كده. ما بعملش بقى بالمكنه دي، بفرده كده وبعمله بكبره شويه عن كده اهو، بعمله مدور. وافرد قماشه زي دي كده صينيه، وارصه كده، افرده كله واحط طبقات قماش بينهم وافردهم كلهم، وفي طاسه على البوتاجاز واحطه كده، احطه وممكن اغطيه بغطا وكل ثواني كده اطلعه اقلبه على الناحيه التانيه، كل شويه اقلبه على ناحيه كده في قلب الطاسه واغطيه بغطا بحيث ان هو يرتفع معايا. خلاص كده اهو. انا هفرد شويه على قد ما اقدر علشان يكفوني اعمل على طول. خلاص انا عملت هنا كام رصه كده، كل رصه فيها حوالي 4 ترغيفه كده.
هنا انا طبعا ربطت المكنه دي، ربطتها من الجنب اهي. هنا بتتربط بالمسكه دي، ودي بتتحط فيها هنا. وانا بحط دي بتاعت المكرونه بحطها هنا علشان تسند لك العيش من هنا. هنا بشوف انا عايزاها على حاجه ضيقه. اشوف هي نعمل على رقم كام. بجيب المطرحه بتاعتها اهي، بحط عليها بتاع رده بسيطه كده واحطها هنا كده، ما ادخلهاش كلها. يعني في اللي بيحب يحط المطرحه كلها في قلب المكنه. انا لا، انا بسيبها بره اهي واشد. بسم الله الرحمن الرحيم. بشد كده بقى ايه، بخليني ايه شده كده، ما اسيبهوش يرجع معايا، لان انا لو سبته هيقوم راجع تاني. فانا بتخليني سنده كده اهو. الرده، شوف الرده ميزتها ان هي بتخليه يتحرك كده على المطرحه. بفتح كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين كده. طبعا لو انا عامله على نار هاديه العيش هيطلع معايا ناشف، فانا بعمل على نار عاليه، بعلي النار علشان العيش يطلع معايا طري. شايفين بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. شايفين بيعلى ازاي في الفرن؟ شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. يعني حاجه جميله احنا عاملينها في البيت. شايفين عامل ازاي في قلب الفرن؟ بسم الله ما شاء الله. بعلي بقى، انا بعلي بخلي الفرن معايا عالي علشان يطلع معايا طري. لو انا عايزاه ناشف، في ناس بتحبه ناشف اهي. بمسك كده اهي بالصبع ده كده، بخليني شاده كده اهو. بعدين اهي وبشوف كده، لا تحت كده عالي، بهد من تحت، بهد من تحت خالص، لان تحت كده عالي اتحرق مني اهو. شايفين؟ طبعا ما بحطش واحده بواحده اهو. انا قربت اخلص. اللي بتاخد تحميره بسيطه كده ما شاء الله من تحت ومن فوق اهي. شايفين بسم الله ما شاء الله، قد وقطعه حلوه وجميله وطريه ازاي. ممكن نلفها كده في الفرن، اللي ورا قدام كده. هو بيتعمل في ثانيه اهو. يعني دي كده من تحت حمرا شويه، اللي مش عايزاها كده. بس الفرن عندي من تحت بيعمل كده اهو. شايفين حاجه بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. لو انا عايزه اطريه زي ما بقول لكم، اعلي النار بس معلش من تحت تبقى هاديه عشان من تحت ما يتحرقش معايا. اعلي النار من فوق زي ما هي عاليه كده اهي. لو طبق مني ولا حاجه بعدين اهو. طلعت لبره مش مشكله، لما تعمل شويه هقوم مدخلاها، لما اللي جوه دي تنشف شويه. شايفين حاجه بسم الله ما شاء الله. دي كانت طلعت مني بره. خلاص انا خلصت اهو. اخر حاجه معايا شايفين بسم
شايفين اهو العيش بسم الله ما شاء الله، الشويه اللي انا عملتهم اهو شايفين عامل ازاي. طري اهو، طري نلف سندوتشات عادي اهو كل حاجه. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. يعني لما نيجي اهو شايفين وقابب ازاي، يعني شايفين دي بسبب الخميره وان هو اهو شايفين عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجه جميله بنعملها طبعا. بنحط في كيس، او لو عايزين بنغطيه لو عايزين نسيبه في حاجه زي كده نسيبه في حاجه زي دي اهي، دي صاب فورمه اهي. لو عايزين نسيبه كده بس نغطيه علشان يفضل طري اهو، نغطيه كده بالقماش حتى اللي احنا كنا حاطينها عليه اهي عشان يفضل طري معانا كده وحلو. لو ما كانش ممكن نجيبه نمسكهم كده ايه، نعملهم كل 2 3 في بعض كده ونطبقهم كده ونحطهم في كيس. بنجيب بقى كده 3 كده، كل 3 مع بعض كده او حاجه، او كل 2 نحطهم وكيس كده نحط فيه كده اهو، وهو طري كده. لو عايزينه طري اهو نحط كده في الكيس اهو. شايفين هو سخن ازاي، انا حطاه فوق بعض عشان يفضل سخن اهو. بلمه كده اهو. ده في الاول كان الفرن حامي من تحت، هو سخن كده عشان يفضل سخن. عايزاه ناشف بسيبه مفروض كده اهو، واسيبه في الصينيه ينشف براحته يكون ناشف، او اطلعه على طول وافرده، ما احطوش فوق بعض كده. انا حطاه فوق بعض كده عشان انا عايزاه طري اهو. خلاص كده، وفكرتنا النهارده خلصت، يا رب تعجبكم، واستنونا في افكار تانية كتير، وسلام.